المتنبي ليه بيت شعر مشهور جدا بيقول: ما كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. بس صاحبة الحلقة دي بقى عندها مبدأ تاني أو بيت شعر تاني مختلف عن المتنبي، بيقول فيه: تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن، فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها، تجري الرياح كما رادت لها السفن. هو ده المبدأ اللي هتمشي عليه روزا اليوسف. النهارده بقى هنعرف قصة روزا اليوسف في قصة إنسان النهارده. بس يا ريت قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس الإشعارات عشان تشوفوا الحلقات الجديدة، وتعملوا لايك للفيديو علشان ده بيشجعنا إن احنا نكمل ونقدم حلقات أحسن، وتكتبوا لنا تعليق تحت عن رأيكم في الحلقة والحلقات اللي عايزين نعمل عنها. يلا بينا. في 1 يناير 1898 تتولد بنت اسمها فاطمة محي الدين اليوسف في طرابلس في لبنان. الأم بعد ما ولدت ماتت على طول. محي الدين بقى الأب ودى بنته لعيلة علشان ترعاها وهو يصرف عليها، بس في مرة من المرات غاب عنها وما جاش تاني خالص. البنت حسبت ان العيلة اللي هي عاشت معاها وتربت معاها حسبت ان دي عيلتها الأصلية، بس في سن ال10 سنين تتفاجئ ان مش دي عيلتها اساسا. العيلة اللي كانت عايشة معاها دي هتقرر ان هي هتسافر على جنوب امريكا، هتركب المركبة من لبنان على امريكا، بس وهما ماشيين لازم هيعدوا على مصر، وبالاخص مينا اسكندريه، يعني هيعملوا ترانزيت في اسكندريه. وساعتها في الوقت ده كانت اسكندريه كانت مدينه مبهره جدا، كان بيجي لها على طول الاوروبيين من كل حته علشان يعيشوا فيها. على طول هينزل الاب علشان يروح يشوف صاحبه اسكندر فرح، صاحبه المصري. اسكندر بقى فرح لما يشوف عيله صاحبه هيستغرب ان في بنت غريبه، هيساله عن قصتها وهو بقى هيقول له قصتها كامله. فاسكندر هيقول له: بدل ما تسافر معاك على امريكا خليها معايا هنا وانا هعرف اربيها مع بناتي. وفعلا تفضل فاطمه مع اسكندر، بس اسكندر بقى كان مسيحي مصري والبنت اسمها فاطمه، فعلشان كده هيقرر ان هو يعمل لها اسم دلع، مش هيغير لها اسمها، وهيختار اسم الدلع بتاعها من جمالها. هو حس ان جمالها شبه جمال الورده فهيسميها روزا اليوسف. روز بقى شافت حياه المصريين. الستات في الوقت ده كانت قوية جدا بسبب الحركة النسوية اللي كانت منتشرة فيها، مع ملك حفني ناصف ومع قاسم أمين وناس كتيرة جدا. ده غير ان بسبب الظروف اللي هي بقت فيها فهي كانت طفلة كبيرة عن سنها. ده غير بقى انها اتسحرت بالمسرح. في مصر في الوقت ده وبالأخص كانت القاهرة كانت عاملة باريس الشرق، كانت مدينة المسرح فيها كان مزدهر جدا. على طول هتقرر ان هي تنضم لفرقة عزيز عيد، ودي كانت فرقة مهمة جدا من فرق المسرح اللي كانت موجودة في مصر. بعد كده يبدأ نور روز يظهر وبتبتدي تاخد أدوار بطولة. بعد كده هتنتقل على فرقة جورج أبيض، وفرقة جورج أبيض دي كانت فرقة كانت مشهورة جدا في الوقت ده وتعتبر من أهم الفرق المسرحية اللي كانت موجودة في مصر وفي الشرق الأوسط في الوقت ده. بعد كده بقى هتروح على فرقة تانية اللي هي فرقة رمسيس مع يوسف وهبي، وهتكون بطلة الفرقة. بس هتشوف حاجة تانية، هتشوف إن هي لازم تعتزل المسرح قبل ما المسرح يعزلها، وهتعتزل المسرح لمدة 9 سنين. بس هيحصل حريق في قرية معينة فهتقرر ان هي ترجع تاني للمسرح وتعمل مسرحية غادة الكاميليا، المسرحية العالمية، ومن فلوس المسرحية دي هتروح تدي الفلوس دي علشان يصلحوا بيها القرية. ومن هنا الصحافة تسميها سارة برنارد الشرق، لان من كتر اجادتها للدور بتاعها حسوا ان هم قدام الممثلة العالمية سارة برنارد. بس بقى في سنة 1925 في مصر بعد ما يحقق الوفد مع سعد زغلول إنجازات كبيرة جدا ويتم الاعتراف بمصر دولة مستقلة، فعلا بشروط بتصريح 1922، بس هي دوليا دولة مستقلة. وهدى شعراوي وصفية زغلول يعملوا طفرة في الشرق الأوسط والعالم العربي. فهم في استقبال سعد زغلول من المنفى بتاعه هيقلعوا الحبرة واليشمك ويدوسوا عليهم، وهم في الأساس هيكونوا لابسين الحجاب الأساسي. كل ده تشوفوا روزا اليوسف من ستات مصر والحركة النسوية اللي كانت هناك في مصر في الوقت ده، بأن هم عملوا أكبر محظور في مصر وفي الشرق الأوسط بأن هم يقلعوا الحبرة واليشمك ويلبسوا الحجاب العادي ويبينوا وشهم. المهم بقى سنة 1925 بالنسبة لروزا اليوسف هي كانت عايزة تعمل مجلة فنية ناقدة وتكون مجلة كويسة، وعلى طول في أسبوع تاخد ترخيص وتكون على استعداد ان هي ترهن اي حاجة علشان بس 12 جنيه علشان تعمل
العدد الأول للمجلة بتاعها، وتطلب من صديقها واللي هو أبو الصحافة المصرية محمد التبعي إن هو يكون رئيس التحرير. وفعلا ده يحصل، وتكون مع حزب الوفد مع سعد زغلول. بس بقى في سنة 1927، يعني بعد 3 سنين بس من صدور المجلة، وهكذا مع موت سعد زغلول، هتخرج المجلة من إطار التدعيم لحزب الوفد مع تولي النحاس ومكرم عبيد المساعد بتاعه حزب الوفد، وهتكون من أشد الناقدين لحزب الوفد والقصر الملكي وهكذا الإنجليز. وفي المجلة دي بقى هيكون فيها عباس العقاد، المزني، محمد التبعي، نجيب محفوظ، محمد عزمي، عائشة عبد الرحمن، وأشهر مثقفين مصر وفي العالم العربي. أما بقى في سنة 1930 روزا اليوسف هتحاول إن هي تتحدى رئيس الوزراء محمد محمود باشا اللي هو صاحب الحكومة القبضة الحديدية، بإن هي هتنتقد الدستور الجديد بتاع 1930، وهتكون عايزة دستور 1923 بتاع سعد زغلول. وهكذا ده يحصل مع رئيس الوزراء الثاني إسماعيل صدقي. وبسبب النقد اللي هي عملته ده في المرتين دول، سواء مع محمد محمود أو إسماعيل صدقي، هتتصادر المجلة وهتقف. أما بقى روزا اليوسف مش هتسكت، وهتروح عاملة مجلة تانية باسم الرقيب، وهكذا تعمل مجلة بعديها باسم صوت الحق، وبعد كده مصر الحرة. والثلاث مجلات دول هيبقى مصيرهم نفس مصير روزا اليوسف المجلة الأولى، هيتصدروا وهيتسحب منهم الترخيص. بس ترجع تاني روزا اليوسف المجلة وتعمل معاها جريدة سنة 1935. أما بقى بالنسبة لحياتها الشخصية، اتجوزت من محمد عبد القدوس وخلفت منه إحسان عبد القدوس الكاتب المشهور اللي عمل روايات كتيرة جدا زي أنا حرة أو رواية لا أنام. بس لأنها كانت شخصية قوية جدا، حس محمد عبد القدوس إن الأدوار هتتقلب، فعشان كده طلب إن يكون في طلاق، وهو ياخد ابنه إحسان ويتربى مع عمته. وفعلا ده يحصل. بس كان إحسان عبد القدوس بيروح في أيام معينة لأمه روزا اليوسف. لكن بقى في سنة 1945، يعني لما يكون عند إحسان عبد القدوس 26 سنة، وكان بيشتغل عند أمه في جريدة روزا اليوسف، يكتب مقال عن الإنجليز وينتقد سياستهم بشكل شديد قوي، فالنقراشي اللي هو رئيس الوزراء هيحبسه. وبعد لما يخرج هيلاقي قرار تعيين من روزا اليوسف إن هو بقى رئيس التحرير بتاع الجريدة. وهيتروح أمه هتروح قايلاله أنت علشان انحبست وكتبت بشكل كويس جدا وجبت الأخبار من مصادرها الصح، فعشان كده انت تستاهل ان انت تكون رئيس تحرير. اما بقى في ثورة 23 يوليو 1952، إحسان عبد القدوس كان صاحب الرئيس جمال عبد الناصر. روزا اليوسف بقى هتروح تبعت جواب لجمال عبد الناصر من ورا إحسان عبد القدوس علشان تقوله على القيود اللي بيفرضها على الصحافة في الوقت ده. وده بالنسبة للوقت ده فهي كانت ست قوية جدا ان هي تبعت لجمال عبد الناصر وتقوله على ان الصحافة مقيدة. المهم بعد كده وفي يوم 10 إبريل سنة 1958 وهي عندها 60 سنة وهي كانت في سينما ريفولي وهي كانت بتتفرج على فيلم مع صاحبتها، يجي لها ألم شديد قوي في القفص الصدري وفي القلب بالأخص. تطلب من صاحبتها ان هي توديها على البيت على طول. فعلا تروح على البيت وتغير هدومها وتنام على السرير وتموت. زي ما شفنا روزا اليوسف ست قوية جدا، قاومت كل الظروف اللي كانت واقفة قدامها، خلدت اسمها في السماء الصحافة المصرية وفي الشرق الأوسط. ويقول عنها أحمد بهاء الدين كلمة معبرة جدا عن حياتها: موت روزا اليوسف يعبر عن قوتها لأنها قاومت حتى تعود إلى منزلها وسريرها. وكانت المقاومة دي كانت نص ساعة. ويقول عنها برضو كاتب تاني يقول: روزا اليوسف التي قاومت عزرائيل لنصف ساعة. وبس خلصت حلقتنا النهاردة، أتمنى أن هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم الحلقات الجديدة. مع السلامة.